السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا متتبعين قناة أم سارة. اليوم إن شاء الله غادي نقتسم معكم دي شنيك كيجيو أكثر من رائعين بدون زبدة وبدون التوريق، بحال الشنيك ديال المخابز غادي تحضريه في المنزل ديالك بأقل تكلفة. تابعوا معايا التفاصيل في الفيديو، كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم وما تنساونيش من الاشتراك على القناة الا عجبكم المحتوى ديالي. غادي نحتاجو ان شاء الله في المقادير. غادي نبداو باول مرحله هي تحضير الكريم باتيسير. غنحتاجو ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا 2 كؤوس ديال الحليب بارد، العبار اكيد بالكاس ديال العنبه. عندي هنايا حبه بيضه واحده، وعندي كذلك 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، وعندي 2 سكر فانيلا. ممكن تكتفيه غير بواحد، انا غير بغيت نعزز النكهه ديال الفاني حيت كتجي زوينه. عندي هنايا كذلك 2 معالق كبار ديال النشا. غنوضع جميع المكونات في الكاسرونه، نخلط جميع العناصر ونوضعهم فوق عافيه مهيله مع التحراك حتى كنحصلوا على واحد الكريمه تكون عاقده. كما كتشوفوا معايا من بعد ما كتعقد الكريمه ديالنا وكتوصلوا لهاد الدرجه هذه، صافي كنطفيو عليها وغادي نغطيها بواحد البلاستيك اللي غادي تلامس الوجه ديالها باش ما تكونش لينا واحد القشره، وندخلوها للثلاجه باش تبرد. وغادي ندوزو نحضروا العجين ديال الشنيك ديالنا. بالنسبه للمقادير ديال العجين عندي هنايا 5 ديال الكؤوس العبار بالكاس ديال العنبه ديال الدقيق ديال الفورس مغربل ما يعادل 500 غرام. عندي هنايا نص كاس ديال سكر سنيده، عندي كذلك سكر فانيلا، نص كاس ديال زيت المائده، عندي كذلك يوغورت طبيعي دانون مسوس يكون بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش بارد من الثلاجه باش ما يهبطش لينا الخميره ديالنا. وعندي هنايا الخميره الفوريه او الخميره ديال الخبز ملعقه كبيره، وعندي الماء دافئ لجمع العجين. غنوضع جميع المكونات في العجانه ونضيف الماء بالتدريج حتى كنحصل على واحد العجينه تكون لينه. صافي من بعد ما تجمعات العجينه ديالي ودلكات، القوام ديالها كيكون شويه خفيف وكيتلاصق في اليدين باش هكا كيجينا خفيف ما كيجيش مدقص بالطحين. غادي نتاني ندي بشويه ديال الزيت وغادي نحاول نحيد هاد العجينه. كيف ما كتشوفوا العجينه كتكون هكا بهذا القوام هذا، يعني خفيفه ماشي خفيفه بزاف تكون كتلاصق في اليدين، تكون شويه شاده في راسها. ها نتوما القوام ديال العجينه ديالنا خفيفه واخا هكاك، يعني ما كتلاصقش بزاف في اليدين، يعني ماشي خفيفه بزاف، يعني عجينه طريه بزاف ولينه. صافي غادي نحيدها ونديرها في الاناء وندهنها بالزيت ونغطيها بلاستيكه ونخليها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها، ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما اختمر العجين ديالنا وضاف الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، غنحتاجو في هذه المرحله هذه اكيد شويه ديال الدقيق باش نرشوا سطح العمل، والدلاك باش نطلقوا العجينه ديالنا. بسم الله. غادي نخوي هذه العجينه نفرغها من الهواء صافي، ونحاول نطلقها بالاستعانه بالدلاك.
كيف ما كتشوفوا معايا في هذه المرحله هذه، من بعد ما طلقت العجين ديالي السمك ديالو كيكون هكايا رقيق، صافي غنحتاج في هذه المرحله الكريم باتيسير اللي ديجا حضرت معكم وخليتها دابا حتى بردات صافي. وغنحتاج كذلك قطع ديال الشوكولاته، الشكلاط ديال 4 دريال شديتو قطعتو طريفات. ممكن تستعملوا حبيبات الشوكولاته الا متوفرين، الا متوفره عندكم يعني. كيف ما سبقوا شفتوا معايا، من بعد ما روليت الشنيك ديالي كنجيب واحد الخيط كيف ما كتشوفوا معايا وغنبدا نقطع بهذه الطريقه هذه. بسم الله. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما كملت التقطاع ديال الشنيك ديالي حصلت على جوج لاطات، لاطه كبيره ولاطه صغيره. غادي نخليهم حتى يختمروا ويضاف الحجم ديالهم، وغندير الوجه ديالهم بصفار بيضاء مع القليل ديال الحليب. من بعد ما اختمروا لي شنيك ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا وضاف الحجم ديالهم، دهنتهم بصفار بيضاء مع القليل من الحليب صافي. وغادي ندخل اللاطه ديالي الفرن اللي مسخن من قبل على اعلى درجه، والعافيه كنقصها وكنخليها مهيله باش يطيبوا على المهل حتى كيبانوا ليا تحمروا من الجوانب، وغادي نهبطوهم يتحمروا من على الوجه، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. من بعد ما خرجت الشنيك ديالي من الفرن كيف ما كتشوفوا معايا دهنته بالقليل من الكونفيتير باش كتحصلوا على هذه اللمعه هذه. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع جدا، محمر كيجي هشيش، هانتوما كيجي رائع جدا بحال اللي كيتباع، كيجي خفيف بحال الريشه ورائع وناجح من اول تجربه. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي لذيذ بزاف هانتوما، ومحلول ما معجن ما حتى شي حاجه، بدون زبده وبدون توريق. كيف ما سبقوا شفتوا معايا كيجي اكثر من رائع وكيستحق التجربه. صدقوني الا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه مازال. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، ودعموني بالاشتراك على القناه والضغط على الجرس فضلا وليس امرا، وشكرا على حسن المتابعه.